في قلب نيويورك سيتي وتحديدا في حي بيرج بروكلين، تنبض الحياة العربية بألوانها وروائحها وأصواتها. هنا بين المحلات والمطاعم والمساجد يكتب أبناء الجالية قصصهم اليومية بين الحنين والاندماج. وفي هذا الجو المليء بالحكايات كان لقاؤنا اليوم مع أبناء الجالية العربية إنه سيد أيمن، وسألناه ما الذي يميز الحياة في بيرج بالنسبة له. أول ما يميز منطقة البيرج بأن المساجد فيها منتشرة وقريبة جدا، بالذات لصلاة الفجر. يعني اللي عايز يصلي الفجر ما بيلاقيش صعوبة إنه يروح يصلي في المسجد الفجر، لأن المساجد منتشرة وقريبة من السكن اللي احنا بنسكن فيه. تاني حاجة زي ما انت شايف المحلات العربية بتفتح 24 ساعة، وفي اي وقت من ليل او نهار احتجت اي حاجة بتقدر تنزل تجيبها. قريبة من الباصات ومن الصابوي ومن اماكن كتيرة. طبعا انك تقعد في مكان يعني الصبغة فيه صبغة عربية بتبقى نفسيا يعني مستريح او مبسوط، او غير المناطق المختلفة اللي فيها مخدرات كتير او مشاكل كتير او يعني فايت وكده. فالمنطقة ليها مميزات كتيرة بأن سمات الإسلام الجميلة موجودة في المنطقة، فأنت يعني بتحس براحة نفسية وبتبقى بعيد عن المشاكل. لو رحت منطقة يعني بتختلف عن منطقتك بتشوف حاجات فيها، يعني هنا تشوف الستات ماشية محجبات ومنقبات واللبس الحشمة أكتر كتير من أي مناطق أخرى. كل ده بيحسسك إن أنت في يعني في بلدك وفي وطنك ووسط ناسك ووسط أهلك، تبقى يعني نفسيا مبسوط ومستريح عما تكون في منطقة أخرى. طبعا احنا رحنا أماكن كتير وولايات كتير بفضل الله. كل الأماكن اللي بنروحها بتتشابه مع البيرج في المساجد وفي التجمعات الإسلامية وفي الأماكن اللي بيسكنها العرب، بتكون الحياة فيها جميلة وسعيدة وأبسط كتير من الأماكن اللي محدش يعرفها كده. رغم إن واحد صاحبي يعني غير مسلم الله يرحمه ويحسن اليه، اول ما جينا قال لي انت طول ما انت عايش في المنطقه دي انت مش هتتكلم انجليزي خالص، انت عايز تروح تعيش في منطقه لا يتكلم فيها احد العربيه نهائيا، علشان لما تروح تاكل وتروح تشتري وتروح تبيع وتروح تعمل تعرف تتكلم والكلام يتكرر معاك وتنطق انجليزي بسهوله. لكن الميزه في الانجليزي بقى ممكن تجيبه من المدارس ممكن تجيبه من الشغل، لكن في الحياه العامه وفي المحلات اللي حوالينا وفي كل يعني الحياه العربيه الاسلاميه الجميله بتجدها في البيرج. تمكنت أن تحافظ على أصالتك وثقافتك في هذا الحي؟ طبعا يعني ما كانش الحي ده يحافظ على الأصالة وعلى الصفات الجميلة، هيكون أي حي فيه الأصالة. يعني وسط العرب وسط التعامل وسط الناس وسط الأخلاق والأدب والصلاة والذكر والعبادة والقرآن والتذكير بالله عز وجل ورسوله، فالصفات هنا. التحديات بالنسبة للجالية العربية في هذا الحي؟ والله أنا ما شفتش ولا تحديات ولا حد بيضايق حد ولا أي حاجة. يعني الناس هنا غير مسلمين وغير مسلمين ما شاء الله، أنت ممكن تخبط واحد وهو يقول لك سوري، هو اللي يقول لك سوري مش أنت اللي تقول له سوري. فالناس هنا برضو بيعلمونا إن إحنا يعني إيه زي الخطبة النهاردة والتسامح، والناس هنا متسامحة ومحترمة وطيبة واللي طالما أنت ما بتعملش حاجة غلط ما حدش بيتعرض ليك يعني. هل ترى أن الجالية العربية أصبحت أكثر حضوراً وتأثيراً في نيويورك؟ والله التأثير والحضور للجالية العربية موجود من أنا بقالي 30 سنة، نفس الكلام ما اتغيرش، ولكن العملية يعني إيه دلوقتي يعني في بعض الأسباب كانوا بيقولوا إن هي محدش يقدر يتعديها وإن ناس ماسكاها معينين ما حدش يعملها. الأمور اختلفت بس عشان الأسطورة دي تبقاش إيه ما تبقاش يعني مستمرة على طول. اللي بيسعى بيلاقي واللي بيجتهد بيلاقي واللي بيعمل بيلاقي، فالإحسان جزاؤه إحسان وعدم الإحسان جزاؤه عدم إحسان. هل تسمح باختصار نعرف قصتك شخصيا، وهل ساعدتك على بناء مستقبلك أفضل في هذا الحي؟ العمل بيجد ثمر واللي ما بيعملش ما بيلاقيش، كل ما تجتهد كل ما تلاقي. يعني الحياة هنا ما حدش مش هتقعدوا يدولك من السماء، لكن انت كلما اجتهدت وكلما سعيت كلما عملت حافظت على الضرائب بتاعتك كلما عملت لمستقبلك بتلاقي.
يعني في نظام امريكا كلها لكل الناس، لكل الدنيا، مش للجاليه العربيه ولا للمسلمين بس. انت شوف الشاينيز بيلموا الكنات من الشوارع ما شاء الله، عاملين بيدفعوا المورجج وعاملين بيوت وشارين بيوت من كانز في الشارع 5 سنت، يعني يقعد ليل ونهار بيلم، لما يلم كل 100 ب$5. فتخيل عاملين مجهود جامد، بس بيلاقوا، لان ربنا لا يضيع اجر من احسن عمل. كل اللي يعمل يلاقي، واللي ما يعملش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بكده، وخيركم من اكل من عمل يديه. ما يقعدش وما يدورش على شغل وما يتعبش وعايز ياخد فود ستامب. انا الحمد لله بفضل الله، بفضل الله اجتهدت، جيت اول كده بقضاء الله ونصيبي ان انا نزلت على مسجد واشتغلت فيه، وحاولت اعمل الجرين كارت منه، ما وفقناش في المسجد ده، ربنا اكرمني بمسجد اخر وقعدت فيه سنتين امام وخطيب، عملت منه الجرين كارد، ويعني وجربت، اتجوزت امريكيه، اجتهدت، تعبت، بعت، اشتريت، اخدت بكل الاسباب، والحمد لله بفضل الله ربنا ادانا من كل حاجه وما حرمناش من اي حاجه، والحمد لله بفضله تمام التمام. تسمح نتعرف عليك؟ ايمن حسن فاروق عبد المعطي، من تربيه الازهر من مصر.